يا مساء الأنوار على حضراتكم جميعا، يا أهلا وسهلا. ربما امبارح قلت هذه ليلتي وحلب حياتي بين ماض من الزمان وآتي. النهاردة فعلا هي ليلة نادي الزمالك بعد الفوز على الغريم التقليدي الكبير والمرشح ضمن المرشحين لتبوء بطولة الدوري العام. مليون مبروك طبعا لنادي الزمالك، هارد لك لبيراميدز. سنتحدث كثيرا عن هذا الأمر، وقبل ما اقدم ضيوف الكبار النهارده، لان النهارده الخميس ما عندناش انترو، وكمان النهارده ما عندناش دوري روشن عشان الجوله مؤجله عشان بطوله اسيا طبعا، لكن هنختتم كالعاده بفقره برافو عليك. سؤال حضراتكم في المنازل، والسؤال بيقول: من هو افضل لاعب في مباراه الزمالك وبيراميدز؟ كلكم طبعا اتفرجتوا على المباراه، من وجهه نظركم من هو افضل لاعب سواء طلع من الزمالك او طلع من بيراميدز، يعني ايا كان الوضع. يلا خلينا ارحب بالضيوف الكبار حسب الاقدميه. كابتن مدحت عبد الهادي، مساء الانوار والف مبروك. مساء الانوار يا كابتن مدحت، الله يبارك فيك. الف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن. ملك الحركات الكابتن بركات، اللي توقع التعادل ولكن انتهت المباراه بفوز الزمالك. مساء الانوار يا ابو كبير. مساء الفل يا كابتن مدحت، ازي حضرتك؟ عايز تعلق على الجمله دي ولا بعد شويه؟ لا ما نيجي نتكلم. وطبعا مارادونا الجميل الكابتن جمال حمزه، مساء النور يا ابو كباتن. مساء النور يا كابتن اهلا مدحت. وسهلا حبيبي يا كابتن، والف مبروك. الله يبارك فيك، ربنا يخليك. والنجم الكبير طبعا الكابتن ايمن اشرف، مساء النور يا ابو كباتن. مساء الانوار يا كابتن. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك، مرحبا بيك. طبعا يعني احنا الاول انا قلت وجهه نظري الشخصيه امبارح ان المباراه 50-50، لكن النجوم قالوا توقع اخر. بعد شويه هسمعكم الكباتن امبارح قالوا ايه، لان قالوا بالنتيجه. خلينا ابدا معاكم السؤال بسرعه جدا بتاع المنازل. مين افضل لاعب من وجهه نظر حضراتكم النهارده؟ يلا يا كابتن. لا هو في كذا واحد يا كابتن، اديني يعني واحد. اذا كان بيراميدز في بيراميدز او الزمالك، اديني رجل المباراه. انا شايف بالنسبه للمباراه لغايه ما طلع هو عبد الله السعيد. رجل المباراه عبد الله السعيد. عبد الله السعيد مفيش كلام، والله مفيش كلام. ما شاء الله. طبعا. طب اقول لكم ليه دلوقتي كابتن بركات. والله انا على 90 دقيقه شايف ناصر ماهر عمل جيم كبير، ولكن اللي اخذ التورته شيكو بنزا اخر ربع ساعه. اذا مين رجل المباراه؟ اللي اثر في نتيجه المباراه شيكو بنزا. شيكو بنزا هو رجل المباراه بالنسبه لك، حتى لو لعب الربع ساعه. حتى لو ربع ساعه هو اللي اثر في نتيجه المباراه. يعني نتيجه المباراه وبتقرب نادي الزمالك من البطوله. خلي بالك بركات. اوكي. لما خدش ربع ساعه. ما انا بقول ايوه. لا يعني هو بص، هو نزل 77 بس خد بالك وهنتكلم، هي نقطه، هي دقيقه 77 نقطه تحول في حاجات كتير، انما هو بالوقت الضايع لا هو يعني كان مؤثر بشكل كبير. تمام. يعني هنا عبد الله السعيد رجل المباراه، هنا رجل المباراه عبد الله السعيد، هنا رجل المباراه شيكو بنزا. كابتن ايمن؟ عبد الله السعيد طبعا. عبد الله السعيد طبعا. طب انت قلت ليه عبد الله السعيد؟ عبد الله النهارده عامل جيم يا كابتن، بالاخص التمركز في نص الملعب، لان النهارده نادي الزمالك معتمد، عمل تحولات كتيره جدا، محدش كان متوقع ان الونش يبدا، ده واحد. دي حقيقه مفاجاه. الونش لما بدا ولعب محمد اسماعيل في نص الملعب مع شحاته ومعاهم عبد الله السعيد. عبد الله السعيد لو بصيت هتلاقي التمركز بتاعه كله بركات ناجح جدا، بالاخص في الدفاع. عبد الله كان متعود على طول، اذا كان لما كان في النادي الاهلي، اما كان راح بيراميدز، كان متعود على طول هو بيشتغل عشان ياخد من نص الملعب اللي هم السته، رقم 6، عشان يعرف يشغل الفراوده او كان بيلعب 8 اهو، يعني كان بيستلم من 6 عشان يلاعب الراس حربه، الوينجات كده. النهارده عبد الله التمركز بتاعه في الدفاع بالذات ده كان ليه تاثير كبير جدا في نص ملعب نادي الزمالك. طب مش غريبه كابتن جمال ان عبد الله النهارده ما شاء الله الله اكبر وربنا يديله الصحه، 41 سنه مش كده؟ 41 ان هو يعني وهو اصغر من كده ما كانش بيدافع كده، صح؟ انت شايف ايه المعادله دي؟ يعني انا شايف ان هو يعني نفسيا مستريح، عنده رغبه ان هو يفنش كاريره في نادي الزمالك ببطولتين مهمين جدا. هو اكبر واحد موجود في الفرقه، يعني في فرقه الزمالك، فعليه مسؤوليه كبيره، فالمسؤوليه دي بتخليه ان هو بيعمل حاجات اوفر. احنا ما كناش بنشوف عبد الله السعيد بيدافع كده وهو مثلا في الاسماعيلي او هو في الاهلي، وخاسس قوي، يعني حاجه مجهود بصراحه. عمري ما شفت الوزن ده
محافظ على طبعاً. نفسه، وهو ده طول ما هو أساسي. يعني لا حتى لما كان بيلعب معانا في النادي الاهلي انا كنت دايما بشوفه محافظ على نفسه، يعني راجل محترف بشكل كبير جدا، يعني عنده الكوره دي هو عايش معاها، يعني عايش معاها يوميا. المسؤوليه اللي بقى على فيها نفسه. المسؤوليه كمان يا كابتن اللي بقى فيها انه اللعيبه الاغلب ممكن تبقى لعيبه صغيره شويه، وهو المفروض كقائد في الملعب مش شرط يبقى هو اقدم واحد، انما أيوة. هو كخبره وكسن وككل حاجه قيمه في الملعب ان انت يبقى موجود معاك عبد الله السعيد. انا شايف ان ده يعني ده اضافه للعيبه اللي بتلعب جنبه كمان يعني. هي حاجتين يا كابتن مدحت، يعني الحاجه الاولانيه احنا كلنا كنا لعيبه كوره طبعا. مش كل لعيبه الكوره ملتزم، مش كل اللعيبه ملتزمه. عبد الله ده راجل بيتمرن كويس، بينام بدري، اكله هو عارف هو بياكل ايه، يعني الحاجات البسيطه هو بيعملها. محترف. ده من ناحيه ان هو راجل بطبيعته ملتزم جدا. الناحيه الثانيه اللعيبه يا كابتن لما بيبتدي بيكبر في السن مدحت بيبقى عليه برضو ضغوطات. ان هو الراجل عليه ضغوطات ان انا لا، انا الناس ما تقولش ان انا كبرت، انا ما تقولش ان انا وصلت 38 انا هلعب احسن 41. ما انا بقول لك ان الناس وصلت 38 لا انا حد احسن في ال 39 حد اكتر 40 حد اكتر. فاللعيبه دي يا كابتن بعد كده بتبقى مخلده في التاريخ. بس المهم جسمه مستجيب لده وده كان هو الاهم. بص بسم الله ما شاء الله ما شاء عليه الله، بسم عبد الله، الله، يعني ما شاء الله. حاجه بص مثال مشرف للعيب الكره. اللي يثبت كلام معلش اللي يثبت كلام بركات يا كابتن اللي هو بيتكلم ما يجيش يقول انا في ال 38 وال 39 لو بيثبت لنفسه الاول قبل ما يثبت للناس. ده يثبت لك ان الفتره الاخيره دي بركات الماتشات لما معتمد كان بيغار وكان بيطلع ومتضايق، النهارده طالع ومتضايق لان هو عارف هو بس طالع هو وانتوا كسبانين مش كده؟ مش لا كان لسه كان لسه والله لا كان لسه كانوا كسبانين. لا ما كناش كسبانين. كان لسه اكيد كان لسه انا عندي اهو التغييرات اهي. تمام يا كابتن. عبد الله السعيد هو عبد الله السعيد خرج في الدقيقة بالظبط 89. لا كان جه يا جماعة جون طبعا. ازاي بقى ده دخل في الدقيقة 89؟ ايوه يا كابتن. بيبقى كابتن طالع متضايق يعني هو عارف ان انا برضو لسه عندي، يعني انا يعني ما قصرتش حتى اقول لك انا وانا بتفرج على المباراه يا كابتن قلت لا عبد الله ما يطلعش دلوقتي لان انت وصلت في وقت ان انت عايز حد اللي يستلم الكوره يقف عليها يقف. انت ما كانش عندك حد في الملعب. الكابتن معتمد كان عايز يدافع شويه نزل احمد ربيع هو كابتن ما هو انا هفضل ادافع بقى كور طويله وطب مين اللي هيستلم يعني انت حتى الكوره الثانيه كانت صعبه جدا كذا كوره يعني الاخيره الشوطه الاخيره ديت كذا كوره انما ما كانش في حد موجود في الملعب بعد طلوع عبد الله الا بيزيرا هو اللي كان ممكن يقف على الكوره وخد فاول واثنين صح عشان يضيع الوقت. ايوه انما عبد الله انا صراحه شايف لعيب محوري. طيب انا امبارح طبعا كالعاده بحب اعرض دايما التوقعات، فامبارح سالت الكباتن عن توقعاتهم الوحيد اللي مش الوحيد، هم في ناس قالوا صح بس كانت اجابته سليمه قوي ان قال لك 1-0 واللي هيجيب الجون بزيرا. اوكي مين هو تفتكره؟ كابتن اشرف. برافو عليك. يلا ورينا كام بكره كام ايوه عشان مسجلين 1-0 الزمالك. كوتش 1-0 الزمالك. مين يجيب الجون؟ اخوان بزيرا. ناصر منسي. انا يا رب الزمالك يكسب بكره. كام ما انا بقول يا رب مش عارف كام بس يا رب الزمالك. النتيجه بتبقى بقى مش بتاعتنا يمكن دول الكابتن بيشايفين الغيب يا كابتن. طيب خلاص كام شوي كام هيتعادلوا بكره. كام 2-2 ماشي. الكابتن شوقي قال 2-2 بعيد انت بعيد النهارده يا كابتن شوقي معلش. هو عنده يعني برضه معذور لان البيراميدز فريق كبير طبعا يا جماعه افريقيا بس هو البرنس امبارح هو ايوه طبعا هو وكابتن حلمي تحيه ليك يا كابتن اشرف. انا عارف انت بتتفرج دلوقتي لانه بعت لي قال لي ان انا توقعت صح يعني 100 يا كابتن اشرف يا برنس يا عظيم 100 وكابتن حلمي قال 1-0 بس كابتن اشرف يزيد انه قال بزيرا طبعا يزيد. طيب قول لي بقى اخبار الاهلي ايه في العمليه دي؟ هل النتيجه دي تصب في صالح الاهلي ولا يعني اشرح لي بقى الحكايه. طيب يعني خلينا نتفق يا كابتن مدحت ان لسه الموضوع مكمل. ايوه لسه في ماتشات قويه. نعم بنتكلم على الفرق الكبيره اللي وصلت واي فريق ممكن يعطل الثاني مفيش شك.
يعني هتسال ايمن، اكيد احنا كنا نتوقع او نحب ان الماتش يطلع تعادل. ده انتوا لغايه الدقيقه 88 اخر ساعات. يعني اكيد نتيجه التعادل كانت تخدم النادي الاهلي بشكل او وده حقكم الطبيعي بصراحه يعني. ولكن احنا متفقين، احنا كنادي اهلي احنا المفروض نلعب الاربع ماتشات بتوعنا اللي ناقصين، ان انت تكسب المباريات دهيت من اول لحظه، تنزل تكسب، وبعدين هتستنى تشوف. يعني انت النهارده لو كان حصل تعادل كانت الاهلي فرصته كويسه ان هو ممكن يكسب. كسب بيراميدز والزمالك يكسب الدوري عدى. ولكن انت النهارده الزمالك بيعدي خطوه مهمه. لسه الاهلي بص، بس المهم حاجه الماتش اللي جاي يوم الاثنين ان انت تعدي بيراميدز، بعد كده عندك الزمالك، تبص انك تعدي الزمالك جمعه، الماتشين اللي بعد كده تكسبهم. وبعد كده اعمل اللي عليك، يعني فنش بطريقه كويسه. احنا بنقول ان احنا طبعا كان عندنا مشاكل كبيره وكلنا معترفين بيها وبنتكلم فيها، ونفسنا انها تتصلح في الفتره اللي جايه ديت واحنا بننهي الموسم. والنادي الاهلي زي ما بقول لك وباكد برضو احنا نثق فيه بشكل كبير جدا. الزمالك النهارده عمل جيم، خد 3 بونت يستحق. والله بص، ان هو لعب وحاول وان هو استغل وبيراميدز ما استغلش، يبقى يستحق. يعني خلينا، يعني هو كان الاخطر ولا كان بيراميدز الاخطر ولا زي بعض؟ بص يا كابتن، هو انا يعني المباراه من بره ممكن تكون متساويه او متقاربه. الزمالك ممكن يكون لعب اول 10 دقائق ربع ساعه بطريقه كويسه، اللي فنش الماتش اخر ربع ساعه بطريقه كويسه، ولكن هو استغل. انا من وجهه نظري شايف ان الدقيقه 77 اما ابتدى عوده الفخوري ووليد الكارتي ومروان، انا حسيت ان الراجل يوريتشيتش هو كان ممشي الماتش وواصل للحته دهيت ان هو ابتدى يطمع شويه، لان ده وضع طبيعي برضه، لان الزمالك لا، هو الزمالك اعلى منك في البونت وانت بتلعب على دوري. ففي اللحظه اللي الراجل ابتدى يطمع فيها ابتدت تظهر مساحات. على الناحيه الثانيه كابتن معتمد جمال قاري الماتش بشكل كويس قوي، ابتدى ينزل الراجل اللي هيقدر يشتغل في المساحات اللي بدات تظهر في فريق بيراميدز، وبالتالي الراجل هو بيتمتع بالسرعه. الراجل شيكو بنز عايز مساحات، فنزل لقاها، استغل الزمالك المساحات ديت وقدر ان هو يخلص المباراه. ولكن ايه اللي هيحصل في اللي جاي؟ انا اهم حاجه النادي الاهلي يكسب ماتشاته. السنه اللي فاتت كان بيراميدز اقرب. الهديه جت من مين؟ جت من البنك الاهلي وجت من فاركو. صح، السنه اللي فاتت فاركو صح. فوارد الهديه تيجي، بس انا مش هستنى الهديه بس. من MP وبالكم من سيراميكا. ما انت النهارده يا كابتن خلينا نقول يعني النهارده بنقول لو حصل تعادل كانت العمليه في ايدك. انت النهارده لسه انت في ايدك بس انك تكسب ماتشاتك. اللي جاي ايه؟ مين ممكن يتعادل مع مين؟ انت ما حدش عارف. طيب انا هحط لك الجدول يا كابتن ايمن عشان ايه برضو تقول انت للناس بصوتك الجميل ده. الجدول ما عندكش؟ مفيش قدامك الجدول؟ الجدول معايا انا. معاك مش محتاج تبص هناك. قول يا كابتن اتفضل. الزمالك لعب مباريتين، فاز 2. قول النقط على طول. 49 بونت، عنده 49 نقطة الزمالك من ماتشين. اتفضل. بيراميدز المركز الثاني 44 بونت من ماتشين. نعم. الاهلي برضو من ماتشين 44 بونت. يبقى اذا الزمالك فارق 5 نقط عن بيراميدز والاهلي والثلاثه لعبوا نفس العدد من المباريات اللي هم ماتشين. اتفضل. سيراميكا كليوباترا لعب 3 ماتشات. ايوه. عنده 43 بونت. نعم. انبي 3 ماتشات 35 بونت. المصري 3 ماتشات 34 بونت. سموحه 3 ماتشات 31 بونت. اذا يا كابتن مدحت انت شايف ان المنافسه دلوقتي اتحصرت خلاص بين زمالك وبيراميدز والاهلي، ولا سيراميكا لسه في الملعب 43 نقطه؟ سيراميكا موجوده لسه يا كابتن، موجوده لسه. سيراميكا هدفه دلوقتي لما يجي يلاعب بيراميدز ويلاعب الزمالك ان هو يعني هو قريب من المركز الثاني والثالث بونت. ايوه يعني 44 بيراميدز والاهلي هو 43 بونت واحد، بس فرق 6 نقط عن الزمالك. لا انا بتكلم بعيد عن الزمالك. هو بيتكلم على المركز الاول على هو بيتكلم دلوقتي اللي هو يدخل في الحته ديت. أيوة. يعني هو ممكن يا كابتن ممكن في الترتيب ان شاء الله الزمالك ربنا يوفقه في الماتشات الجايه ياخد دوري عام. تمام. هو ممكن يلعب على بيراميدز. ممكن يلعب على دوري الابطال. بالظبط. هو ممكن يلعب على ديت. فهمتني؟ انما انا شايف، انا اتفق مع بركات، يعني انا الماتشات الجايه هي المهمه، وانا
اقول الماتشات اللي مش ما بقولش الفرق الصغيره، لا الفرق اللي هي بعيد عن المربع دوت هي تقلق جدا يعني جداً. انا قلت ايه لما كنا موجودين ساعه التوقعات، قلت ايه؟ زمالك وبيراميدز عادي، زمالك واهلي عادي، اهلي وبيراميدز عادي، فهمتنا يا كابتن؟ انما الفرق يعني الصغيره زي يعني الزمالك الفتره اللي فاتت كسبان كله، خسر انبي في الدور الاول خسر من انبي اللي هو هيلعبها يوم الاثنين الساعه 5 ماشي كويس قوي فهمتنا يا لا كابتن؟ وانبي كسب الزمالك وتعادل مع الاهلي. ايوه لا انا بتكلم على الزمالك يعني تعادل مع الاهلي كمان الدور الاول، يعني مشي كويس قوي، فرقه تقيله مشي كويس قوي. انت بقى يوم الاثنين الاهلي وبيراميدز والزمالك وانبي، مظبوط، الساعه 5 والساعه 8 تمام. هنا الزمالك لو كسب انبي يا ايمن وحصل تعثر الناحيه الثانيه، اقول للزمالك مبروك الدوري. لو كسب انبي وتعثر الاهلي امام بيراميدز تعادل، اقول للزمالك كده مبروك على الدوري، على اساس هيبقى كده فرق 7 نقط مش 5 بالظبط. طيب بص كده في الورقه بتاعت الماتشات المتبقيه كده يا كابتن جمال. الزمالك بص الاول على الزمالك وقول لنا كده يوم كام ويوم كام عشان الناس تبقى معانا في الصوره، هيلاعب مين والتوقيتات. الزمالك مع انبي الماتش اللي جاي يوم الاثنين 27 ابريل استاد القاهره الساعه 5 الساعه 5 وده ماتش هيأثر نفسيا على الساعه 8 طبعا اكيد اللي هو الاهلي وبيراميدز بالظبط. يعني لو الزمالك كسب بتحط ضغط على الفرقتين بالظبط. فده برضو يعني الاسبوع اللي جاي ده انا شايف ان هو يعني بنسبه كبيره ممكن يبقى هو الحاسم للدوري زي ما قال الكابتن مدحت عبد الهادي. اوكي. الجوله اللي بعد كده الزمالك مع الاهلي يوم الجمعه 1 مايو على استاد القاهره برضو. ايوه. الجوله اللي بعديها سموحه ضد الزمالك وده على استاد برج العرب ده 5 مايو. ايوه. وبعد كده الزمالك هيلعب ماتشين الكونفدراليه. فدي برضو يعني بين سيراميكا 9 و16 9 و16 بين سموحه وسيراميكا يوم 22. ايوه. فالماتشين دول برضو لو انت الزمالك برضو هيبقى محتاج ماتش سيراميكا. دي برضو يعني هو هتبقى برضو مجهده جدا. هو على فكره يوم 16 جايز يبقى 15 يبقى 9 و15 هو بالنسبه ماتش افريقيا 16 احتمال يبقى 15 بس انا في حاجه بقى كابتن عايز اتاكد منها. الماتش الاخير بتاع الزمالك وسيراميكا اللي هو يوم 22 تحديده هو الطبيعي ان كل الفرق تلعب في نفس اليوم، تلعب في نفس اليوم في نفس الوقت. المفروض ده الطبيعي. المفروض طبيعي. هنا بقى مش هيحصل تاجيل، ما هو انت لو اجلت للزمالك يبقى هتاجل الاسبوع كله طبعا. ايوه ده اللي هيحصل. ما هو ده اللي هيحصل. ده اللي قالوا عليه. ايوه ده اللي يعني تقصد مثلا بيراميدز وسموحه مش هيبقى يوم 15 يبقى يوم كله بالظبط. الجوله كلها اللي هي الجوله السابعه دي. هنا التاريخ هنا بركات، التاريخ هنا ايه هيتغير على حسب. بس برضه على حسب يعني لو في فرقه حسمت قبل كده. يعني لو في ماتش مش مؤثر ده ممكن يعني لو ماتش الزمالك والسيراميكا ده خلاص مش مؤثر ما اعتقدش ان اعتقد ماتش الجمعه بتاع الاهلي والزمالك ده بشكل كبير هيدينا المؤشر. بس بعد اللي جاي ده كان بعد اللي جاي ماتش الاهلي وبيراميدز يوم الاثنين يعني اهم يوم الاثنين يوم الاثنين والاهلي وبيراميدز ده يوم الاثنين. عايزين برضو عشان نبقى الناس معانا في الصوره يا كابتن بركات تقول لنا ماتشات الاهلي اللي فاضله وتواريخها عشان الناس تعيش معانا اللي مش عارف الجدول قوي يعني. طيب النادي الاهلي طبعا يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله يوم 27 عنده مباراه مهمه جدا قدام بيراميدز، دي هتبقى على استاد الدفاع الجوي الساعه 8. مظبوط. المباراه اللي بعدها بعد 4 ايام يوم الجمعه 1 مايو الزمالك والاهلي طبعا استاد القاهره الساعه 8. على بيراميدز انت بتتكلم انت دلوقتي. انا بتكلم على ماتشات الاهلي. على ماتشات الاهلي اوكي. اوكي. 27 مع بيراميدز يوم الاثنين اللي جاي، بعد كده الجمعه الاهلي والزمالك. بعد كده الثلاث 5 مايو الاهلي وانبي. واخيرا هيبقى مباراه النادي المصري اللي هتكون على استاد برج العرب. دي اخر مباراه للاهلي. للنادي الاهلي. وساعتها ممكن يكون لسه الدوري معلق او ممكن يكون انتهى. محدش عارف. ماتشات بقى بيراميدز باعتباره المرشح الثالث، خلينا نقول المرشح الثاني لغايه يعني هو زي موقفه زي الاهلي بالظبط. 27 ابريل بيراميدز والاهلي على استاد الدفاع الجوي الساعه 8. ايوه. الجمعه 1 مايو بيراميدز وانبي الساعه 5 في استاد الدفاع الجوي. 5 مايو سيراميكا كليوباترا وبيراميدز على استاد هيئه قناه السويس. ايوه. ويحدد لاحقا الميعاد. الجمعه 15 مايو بيراميدز وسموحه. بيراميدز وسموحه في الدفاع اللي هو يعني ممكن يبقى في الميعاد ده وممكن يبقى يوم 22 اذا كانت لسه النتائج معلقه. بالظبط. لسه لغايه دلوقتي ما احناش عارفين. هو ده اللي بنتكلم الاسبوع الاخير. طيب خلينا بقى نسال سؤال مهم جدا خاص بمباراه الاهلي وبيراميدز.
نسال الاهلاويه ولا الزملكاويه؟ لا نسال بركات. انا بحب اسمع بركات بصراحه. كابتن بركات انا بحب اسمع بركات. نثق في بركات. الله يا حبايبي انا والله. بحب يعني حتى بس انت ما قلتش كابتن التوقعات. هنقول دلوقتي انت ما احنا قلتش لسه مع توقعات. بعض، لسه في فاصل وجزء تاني وبعدين هنختم بقى. نتكلم عن الاسبوع اللي فات. التوقعات بتاعت بركات وشريف. ما انا قلت بقى كابتن بركات قال قلت تعادل. والاخ شريف قال ايه؟ البيراميدز بركات. تكسب. هو لا، مش انت اللي هو تقول. هو كل ماتش كان ماشي ورا بركات. جه على الماتش دوت قال لك الزمالك يخسر، ما اعرفش ليه. يعني هو عادي بركات قال لي يتعادل. الاهلي مش عارف ايه، فضل ماشي وراه ايمن. جه في الماتش ده الزمالك يخسر، ما اعرفش ليه. لا هو ده توقع واحساس بالتوقع. انت تقصد من خلال اهلاويته يعني؟ لا ما اعرفش الماتش ده الوحيد ليه. يعني مش عارف. طيب كنا بنقول ايه يا كباتن؟ غيابات البيراميدز يا كابتن بركات قدام الاهلي يعني في رايي مؤثره جدا. شو انت قول برضه. احمد عاطف قطه محتمل غيابه لانه النهارده اتنقل المستشفى، ربنا يا رب يكون معاه. الف سلامه. لا هو طبعا عنده لعيبه، كسر في الانف بيقولوا عنده لعيبه مؤثره طبعا يا كابتن. يعني احمد سامي النهارده احمد سامي واخد انذارات النهارده، الانذار الثالث. اسامه جلال، مروان حمدي برضه خد انذارات. اسامه جلال اتعور النهارده، قطه اتعور النهارده، مصطفى فتحي كان عنده اصابه من قبل كده. يعني قلب الدفاع مفيش الا مرعي، خلي بالك. مفيش الا مرعي. ما الاثنين تعوروا، اسامه جلال واحمد سامي. يعني هيصرف الراجل، يعني هو الراجل هيصرف. بص وضع علي جبر ايه مش عارف. يبقى هو علي بعيد الفترة الأخيرة. يعني هو علي ما بيلعبش الفترة الأخيرة. هو بيلعب مرعي وسامي. أسامة دخل لعب الماتشين اللي فاتوا. هو برضه خد بالك مدحت، هو كابتن أسامة جلال برضه أنا ما أعرفش، هو يعني لعيب سيء الحظ، لعيب غريب جدا، تعور كتير، مدافع كويس، ومن صغره بيلعب منتخبات، ولكن يعني أنا مش عارف، يعني اصاباته كتير قوي 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 قوي. يعني ما اعرفش يعني ممكن التاهيل مش 100 مش عارف يعني لازم الناس في نادي بيراميدز يبحثوا الموضوع دوت. لكن هو الاهم بالنسبه لبيراميدز دلوقتي هو ماتش الاهلي. طبعا يعني ماتش الاهلي لو الاهلي فاز اعتقد بيراميدز خرج بره المنافسه. لا خد بالك يا كابتن، يعني احنا دلوقتي لحد في اللحظه اللي بنتكلم فيها ديت بيراميدز 44، الاهلي 44. بيراميدز هو اللي محطوط بفرق الاهداف. بيراميدز هو اللي كسبان النادي الاهلي في المباراه الاولى في المواجهات المباشره. يعني انت فاهم. لا هو وضع بيراميدز لحد دلوقتي على الورق افضل كمان من النادي الاهلي. فهي المباراه صعبه على الاثنين. السكواد وقصده على الغيابات وكده. لا الغيابات يا كابتن تاثر طبعا. الغيابات تاثر، ولكن احنا على طول بنتكلم على بيراميدز ان هو عنده لعيبه كويسه وعنده لعيبه تصنع الفارق. وهي دايما ماتشات حتى بيراميدز والنادي الاهلي بتبقى ماتشات فيها اثاره وبيبقى فيها نديه والنتائج فيها قريبه. نعم. فمباراه هتبقى صعبه على الفرقتين. على الفرقتين. طيب يعني كابتن ايمن النهارده وليد الكارتي احنا كلنا عارفين وليد الكارتي لعيب جامد قوي. النهارده الراجل ما بدأش يعني وسط الملعب، هو حاطط ويستون مايلي قدام وحاطط تحت منه مهند وقطه وناصر ماهر ومصطفى زيكو وزلاكا. انت شايف انه يعني بنتكلم برضو يعني بيراميدز ووليد الكارت لعيب كبير قوي، انت شايف كان يجب اشراكه ولا انت شايف ان الافضل بالمجموعه اللي لعبها دي؟ والله وليد لعيب كويس جدا يعني، بس انا شايف المجموعه اللي كانت بادئه دي كانت مجموعه مناسبه جدا. يعني مهند لاشين مهند معلوش خلاف، وناصر ماهر معلوش خلاف، معلوش خلاف. وزلاكا وقطه. هو شكله كان يا كابتن كان عايز يستغل ناصر وقطه ومصطفى زيكو، وفي الحته الهجوميه كان عايز يبقى عنده حته هجوميه قويه شويه. فاستغل ناصر ماهر 10، احمد عاطف قطه ناحيه اليمين، زلاكا قصدي ناحيه اليمين، قطه ناحيه الشمال، مايلي قدام. فكان بيهاجم بشكل مكثف شويه. نعم. كان عايز يضغط على نادي الزمالك من الاول. وجهه نظر يعني ما اعرفش انا ليه حد ليه فيكم انا كابتن شايف لا يعني هو كل ده توقعات. انا بتكلم على التشكيل. لا هو ده الشكل بتاع بيراميدز، بس انا في حاجات حصلت اثناء التغييرات. يعني وليد مثلا ما كناش متوقعين له موجود على البنش. يعني هو ستارت على طول. ممكن تكون الحاله الفنيه بتاعته دي عند الجهاز الفني، دي حاجه. انما كابتن الخروج قطه لما اتعور بركات، انا قلت دي سيلفا هو اللي هينزل اول واحد. يعني ده اللي توقعته
لان إيفرتون ده هيعمل ضغط قوي جدا على عمر جابر الناحيه الثانيه. هو ده اللي انا توقعته. هو بص يا مدحت، هو حب ان هو يامن بقطه لان هو بيدافع كويس. لا انا بقول بعد اصابته. لا انا بقول لك فكر الراجل في البدايه خالص. أيوه. هو فكر الراجل، هو ياما الراجل ده اللي نزل لعب قدام الزمالك جيم مفتوح، فهو شايف النتائج مش في صالحه دايما اما بيلعب جيم مفتوح مع نادي الزمالك. وهو شايف ان هو ماشي بسيناريوهات زي ما قلت لك من شويه كده في بدايه الحلقه. هو قال لك انا امن الدنيا، مهند لاشين موجود وقطه موجود. بالعكس انا اول مره اشوف بيراميدز وهو في مواجهه الزمالك ملتزم كده. انت لو ركزت في اوقات كتير الزمالك من بدايه المباراه، برافو عليك يا جمال، بيراميدز كله راجع تحت الكوره. صحيح. احنا مش متعودين، بيراميدز متعودين ان هو تلاقي 3 4 على ال 18 وبيضغطوا كده، انما كانوا ملتزمين. ورغم الالتزام ده يا كابتن مدحت، الزمالك كان يقدر يسجل هدفين في اول 10 دقائق. ناصر اشتغل بشكل كويس ما بين الخطوط، كان بيستلم واستلم هو وزيكو في اماكن مؤثره. نعم. النهارده هتقول لي بيراميدز افتقد مين؟ اقول لك حامد حمدان بشكل كبير قوي. ليه يا كابتن؟ طبعا. النهارده بيراميدز كان ممكن يسجل، ما جاتلوش فرص خطيره. واحده ناصر حطها لزلاكا اللي ما تعاملش معاها كويس في اول مباراه، والثانيه اللي بعد هدف. ولكن يا كابتن جات له 3 كرات على خط ال 18 من غير ضغط من غير حاجه، واحده لناصر واثنين لقطه. حامد حمدان سواء جات له على شماله وجات له على يمينه بيلطش، عنده المقدره ان ال3 كور يجيب منهم 3 اجوال. هو افتقد طبعا. فهو افتقده في المكان ده بالظروف دي، ولكن ما استغلوش الكلام. ما استغلوش. يعني اذا جاز ان انا اقول وجهه نظري، انا وجهه نظري كان لازم وليد الكارتي يبقى موجود على حساب مصطفى زيكو رائع، بس وليد الكارتي تقل في وسط الملعب. بس اعتقد برضو ان هو كان عنده اصابه في الفتره الاخيره. وليد الكارتي ما كانش لاعب، كان يعني لا يعني هو راجع من لسه على حسب الحاله الفنيه بتاعته شويه. فانا اللي انا عرفته مش فت 100%. مش فت 100%. فهو ما بدأش ما قدرش ان هو يغامر بيه. ممكن جدا. اذا حوار اخر ولكن بعد الفاصل.